السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى عملنا طبعا فيديو قبل كده الكحك وفيديو البسكوت وفيديو المنين أو القراقيش زي ما بتحبوا سموها. والنهاردة بقى هنعمل الغريبة بجد بطريقة تحفة، طريقة بجد بسيطة جدا جدا وهتطلع معاكي ولا واحدة بقى. بصوا النعومية بتاعتها، ولا واحدة هتشقق منك ولا واحدة هتفرش منك، وبجد هتبقى تحفة جدا جدا جدا. هعملها النهاردة بالخرز وباللولي، عاملة النهاردة بالكريز وباللولي. النهاردة ان شاء الله هتبقى طريقة بسيطة جدا جدا زي ما قلت لكم وسهلة، والنتيجة بتاعتها بجد ممتازة. ولا تحطي بقى بيض ولا تحتاجي حاجات كتير قوي كده. في ناس كتير كده بيطلعوا بيقولوا افلامانات، مش عايزين كل الحاجات دي. احنا النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا على طريقة اشهر المحلات وتحدى اي حد، وهتطلع معاكي وبجد جميله جدا. وهتكتبوا لي في الكومنتات الجميله بتاعتكم وتقولوا لي ان انتوا عملتوها وطلعت معاكم حلوه ولا لا. او كل سنه وانتم طيبين. شايفين جمالها وحلاوتها؟ يلا قبل ما نخش الفيديو نبتدي نسمع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لي اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. بصوا اولا يا حبايب قلبي، النهارده انا هعمل كيلو دي. طبعا انت بتعملي الكميه اللي انت عايزاها. معايا 550 جرام من السمنه، ومعايا 400 جرام سكر بودره، 8 جرام بيكنج باودر يعني معلقة صغيرة، كيسين من الفانيليا ناخد منها كيس، وده طبعا كريز او طبعا اي حاجة عايزة تزيني بيها مفيش مشكلة. وده طبعا اللي هو الخرز اللولي. زي ما بقول لكم اي حاجة عايزة تزيني بيها زيني بيها مفيش اي مشكلة. بس كده هي دي كل المقادير، مش هنحتاج اي حاجة تاني. وطبعا السمنة بقى ساقعة خارجاها من التلاجة وكده، ولازم تكون سمنة بيضة، ما ينفعش سمنة صفرة. تمام، لازم لون السمنة يكون ابيض. بتحطي عليها دول 550 جرام من السمنة يعني نص كيلو، ومعلقتين كده 50 جرام تاني. تمام، وحطيت عليهم 400 جرام سكر، ودي معلقة صغيرة بيكنج باودر. ليه البيكنج باودر بقى؟ علشان خاطر، وده الفانيليا. ليه البيكنج باودر؟ البيكنج باودر يخليها خفيفة ويخليها مفرغة من جوه كده ويخليها جميلة جدا جدا. والفانيليا طبعا عشان تديها ريحة بقى وكده، وهتبقى حلوة قوي ان شاء الله بإذن الله. وطبعا تضربيها بقى كويس كده بالمضرب قوي. لو ما عندكيش مضرب اشتغلي بيها عادي بايديك عادي لحد ما السكر ده يديكي يبقى ناعم خالص، ويبقى معاكي زي الكريمة كده بالظبط. طبعا بتضربي في السمنة والسكر والبيكنج باودر والفانيليا اللي احنا حطيناهم مع بعض لحد ما قوام السمنة والسكر يبقى زي الكريمة كده بالظبط. ومن الوقت للتاني طبعا بتنزلي كل الجوانب دي بمعلقة ولا حاجة، علشان برضو ما السمنة كلها تتضرب كويس كلها مع بعضها. واستنى الكومنتات بتاعتكم الجميله واللايك يا جماعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينورني ويشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد باذن الله. وطبعا بصوا الخليط بقى عامل ازاي، بصوا عامل زي الكريمه بالظبط، تحفه. طبعا كل ما تضربيه كويس كل ما بيديك اللون الابيض الجميل ده. طبعا نزلت شويه كده بشويه من الدقيق، ما حطيتش الدقيق كله، اضرب فيهم تاني بالمضرب. وهقولك دلوقتي العجينه لو ناشفه منك هقولك ممكن تحطي عليها ايه. تمام، بصوا طبعا بعد ما ضربتها كويس كده زي ما بقولك ما عندكيش مضرب اشتغلي بايديك عادي. طبعا بضرب فيها تاني كده. طبعا حطيت الدقيق على مرحلتين شويه بشويه. واعملي الكميه اللي انت عايزاها، اعملي نص كيلو، اعملي ربع كيلو، اعملي كيلو، اعملي 2 كيلو، الكميه اللي تكفيكي اعمليها. هي ما شاء الله الغريبه اصلا بترمي معاك كميه حلوه. بصوا بعد ما العجينه طبعا لميتها كده كويس، هي مش محتاجه اي حاجه. وزي ما بقول لكم في دي اصلا بيشرب السوائل، في دي ما بيشربش. يعني لو لقيتيها لسه محتاجه لسه ما لمتش منك، بصي ولا بتشقق ولا اي حاجه، عملت لها اختبار كده ولا اي حاجه. لو لقيتيها لسه مفروله كده وما بتلمش بعد ما طبعا عجنتيها كويس قوي، تروحي بقى حاطه لها معلقتين سمنه كمان. تمام، وتعجنيهم تاني ببعض تاني، هتلم معاكي وهتبقى زي الفل. لكن ولا تحطي لها بيض ولا تحطي لها اي حاجه، هي كده بس. اعمليها بس بنفس الطريقه دي والله العظيم هتجربيها وتدعيلي. هتاكلي غريبه كده مجرد ما تحطيها ببقك ناعمه دايبه دوب بتدوب كده في البق الواحده. وطبعا هنا معايا الكريز،
بتجيبي الكريس طبعا زي ما انت عايزه، تجيبي بقى ربع تمن زي ما انت عايزه، ب5 ب10 زي ما انت عايزه. وطبعا انا كنت هجيب كريز اخضر وكده، بس بصراحه ما لقيتش غير الاحمر بس حلو برضو هيأدي الغرض وكده. وكنت هجيب حاجات برضو اللي هي بنزين بيها برضو، اللي هو اللولي اللي هو بالشوكولاته والحاجات دي، بس بصراحه برضو ما لقيتش. وطبعا بتقطعي الكريز كده حتت صغيره عشان على قد الغريبه، طبعا الغريبه هنعملها قطع صغيره كده، وهتبقى جميله قوي ان شاء الله باذن الله. بصوا قطعته بالشكل دوت. وهنا بقى جبت صاج فاضي كده، ما تدهنوش اي حاجه، ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. اهي بصوا طبعا بتعمليها قد الليمونه الصغيره كده، وبتقطعي الحجم اللي انت عايزاه، بس هي ما بتزيدش عن 10 15 12 جرام اقصى حاجه يعني. وطبعا ان شاء الله مش هتفرش معانا في الفرن ولا اي حاجه، هوريها لكم دلوقتي بعد ما تطلع دلوقتي من الفرن. طبعا بتجيبي حته العجينه كده كويس، انا سبتها طبعا ترتاح حوالي ربع ساعه لغايه بس ما جهزت الصواني بتاعتي وقطعت الكريز والحاجه بتاعتي جهزتها. لازم طبعا اي عجينه اصلا تعمليها لازم تسيبيها تستريح شويه عشان تعرفي تشكليها وتطلع معاكي النتيجه مظبوطه ان شاء الله باذن الله. طبعا بتجيبي حته العجينه كده وتلميها كده على بعضها وتلفيها زي الكوره كده. اهي بصوا، وتسيب مسافه طبعا ما بين كل واحده والتانيه. يلا يا جماعه متسرحوش معايا، حط اللايك، يلا هنكمل ان شاء الله مع بعض الفيديو. طبعا دلوقتي بقى جبت الكريس كده، هبتدي بقى اشكلها زينا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، واحده بالكريز وواحده باللولي. طبعا عايزه تحطي واحده لولي بس مفيش مشكله، عايزه تحطي 2 او 3 جنب بعض مفيش مشكله. عملت واحده كريز وواحده لولي وكده ان شاء الله تبقى شكلها حلو جدا. اهي بصوا. وطبعا الغريبه ما بططيهاش ولا اي حاجه، يا دوب بتبقى كور بس كده، وتحطي عليها اللولي او كريز، او ممكن تعمليها ساده على فكره. وممكن لو عايزه الشوكولاته برضو عايزاها بالشوكولاته بتحط لها معلقه كاكاو برضو، وهتبقى جميله جدا جدا، كاكاو خام. العجينه زي ما بقول لكم مظبوطه جدا جدا، ومقاديرها مظبوطه جدا، ومجربه مليون الف مره، لان طبعا الطريقه دي انا بعملها دايما على طول كل سنه، بجد بتطلع جميله جدا. وكل الناس اللي بتاكلها من ايدي بيقولي بجد تسلم ايدك، وناس كتير برضو جربتها وقالوا لي حلوه جدا جدا. فاتمنى من كل قلبي بجد ان هي تعجبكم ان شاء الله. وطبعا هنا بقى ابتديت ان انا بزين بقى الغريبه بالشكل دوت، بزين طبعا باللولي وبزين بالكريز. بتشكلي طبعا بالاشكال اللي انت عايزاها، والحاجات اللي انت عايزه تحطيها عليها حطيها، وزي ما بقول لكم لو عايزه تسيبيها ساده سيبيها، بس زي ما بقول لكم ما تبططوهاش ولا اي حاجه، يا دوب كور بس وسيبها كده عشان لو فرشت سنه في الفرن تبقى الغريبه ما تبقاش فرشه قوي، عشان الغريبه تبقى ملمومه كده وتبقى جميله بصراحه. بس الطريقه دي لو عملتوها مش هتفرش منكم ولا اي حاجه خالص، ولا تحطوا بقى بياض بيض ولا صفار بيض ولا الكلام الفاضي اللي بيتقال ده، كل ده كله كلام فاضي. طبعا برضو ده الصاج التاني، عملت معايا حوالي 3 صيجان، والصيجان ما شاء الله كبيره، هي زي ما بقولكم الغريبه ما شاء الله بتقطع كميه كبيره يعني. طبعا ده هنا برضو بزينه كله كده بالشكل دوت. اهو بصوا جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله، حلو قوي قوي. وطبعا كنت مولعه الفرن، دخلت الصاج الاولاني، الصاج اللي بيخلص معايا على طول بدخله اول باول، الصينيه اللي بتخلص بروح مدخلاها تمام. وهنا كده بعد ما طلعتها من الفرن دخلتها طبعا على درجة حرارة 160، ما تعلاش عن كده، في الشبكة اللي في النص، الرف اللي في النص ما تولعيش عليها من فوق نهائي. مجرد بس ما تلاقي الغريبة كده بتتحرك مكانها بترفعيها وبتتحرك من مكانها نشفت شوية خلاص بتشيليها. هوريكم دلوقتي لازم تطلعها باللون عامل ازاي. اهي بصوا، ولا فرشت ولا حصل لها اي حاجة، وبجد الغريبة زي ما حطيناها زي ما لقيناها كده بالشكل ده، بجد تحفة روعة. اهي بصوا زي ما بقول لكم زي ما حطيناها زي ما لقيناها، ولا فرشت بقى ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وهوريكم دلوقتي قد ايه ناعمه وجميله برضو، وبتدوب دوب كده في البق. وطبعا زي ما قلت لكم بقى بتزينوها بالاشكال اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا عليها لولي ماشي، لولي ذهبي، لولي فضي، اللولي اللي هو بصوا الصاج ده كده تمام كده استوى، كله اصلا استوى الحمد لله. زي ما بقول لكم بتحطوه على درجه حراره 160، ما بتقعدش اكتر من حوالي 7 دقايق،
انت مجرد بس طبعا على حسب نوعية الفرن. طبعا مجرد ما بتحركي الواحدة الغريبة وتلاقيها اتحركت مكانها نشفت كده شوية، خلاص كده تمام. بصوا الغريبة زي ما بقول لكم كلها قد بعضها، كلها مقاسواها. بصوا هو ده درجة السوا بقى اللي انا بقول لكم عليها. لازم تكون واخدة اللون الذهبي الخفيف قوي قوي، وكون ان هي ممكن ما تاخدش تبقى مش واخدة لون، لانها لو لونت منك الغريبة هتنشف منك. يعني لو الغريبة لونت هتنشف منك. بصوا مجرد ما بتلمسيها كده بتتهري كده وبتدوب دوب كده في البق، لان العجينه مخدومه كويس قوي قوي ومقدرها مظبوطه جدا جدا، فعشان كده بجد بتدوب دوب كده في البق. جميله قوي، تستاهل احلى لايك. وهنا جبت الطبق بقى اللي انا هقدمها فيها كده. هحط اول حاجه كده بالكريز، هرصهم كده رصه كده بالشكل دوت. طبعا بترصي بقى زي ما انت عايزه. انا طبعا مش هحط كتير لان طبعا هلم الباقي كله في صينيه كده علشان اشيله العيد بقى باذن الله. وطبعا الرصه التانية حطيتها برضو كده باللولي يعني عشان تدي شكل حلو بقى وكده. تمام. بصوا حلوه جدا جدا جدا. ايه رايكم؟ تحفه والله العظيم، بجد تحفه والله. الكاميرا بجد ظلمه. وهنا جبت صينيه كده فرشتها بورق الفوم، الورق اللي هو السلوفان دوت. هحطها كده، هرص برضو كده اللي هو بالكريز وباللولي، برصهم رصة حلوة كده. وبين كل طبقة وطبقة بنحط اكياس بلاستيك علشان الغريبة لونها ما يغيرش وكده. تمام. طبعا انا برصها كده وبشيلها عشان اشيلها مع حاجات العيد التانية اللي انا عملتها وكده، عشان ان شاء الله كده في العيد نطلع منها. بصوا جميلة قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. بجد ما تنسوناش بقى باللايك عشان الفيديو الجميل ده. ايه رأيكم؟ تحفة. زي ما بقول لكم بين كل طبقة وطبقة حطيت طبعا اكياس عشان برضو الغريبة ما تلزقش معايا. وهنا طبعا هغلفها بقى بالاسترتش وكده عشان خاطر ان انا اشيلها ما يحصلهاش اي حاجة خالص. تمام. بصوا زي ما بقول لكم البيكنج باودر بيخليها زي مفرغة من جوه. يا رب تكونوا بس لاحظتوا الموضوع دوت. البيكنج باودر بيخليها مفرغة جدا جدا من جوه، يخليها خفيفة قوي، بيخليها هشة جدا وجميلة قوي قوي. بصوا تحفة. يا رب يا حبايبي النهارده الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله يا اغلى واحسن متابعين. كل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه. مع السلامه.